المتابعة بعد الرفض من سلسلة فولو اب. اعمل ايه لو العميل رفض المنتج بتاعي في الوقت الحالي؟ عشان خاطر تبقى سيلز ناجح محتاج تفهم حاجة مهمة جدا، ان الرفض مش معناه نهاية الديل، الرفض معناه بداية علاقة. وده انا هثبتهولك في 3 حلول عملية جدا ممكن تعملهم مع اي عميل بيكون رافض المنتج. رقم 1، لازم تهتم وتسأله هو ايه اللي مخلي حضرتك اصلا رافض المنتج ده دلوقتي. رقم 2، لازم تبقى موجود معاه بان انت بتديله معلومة جديدة، عن طريق ان انت تبعت له ميل، عن طريق ان انت بتبعت له رسالة واتساب، عن طريق ان انت ضيفته عندك على فيسبوك، وتبدا ان انت بشكل غير مباشر ممكن تفولو اب عليه بانك انت بتنزل معلومات عن المنتجات هو بيشوفها، ولو كلمته بيتحول لايجابي جدا على المنتج. مش لازم يكون ايجابي في الميتنج الاول، بس ممكن يتحول لايجابي بعدين بسبب ان هو بيراقبك من بعيد. رقم 3، ممكن تبني مع العميل دوت علاقه بشكل غير مباشر عن طريق ارضيه مشتركه. زي مثلا هو بيحب الكوره، انت بتحب الكوره، بعد ماتش معين نزلت بوست عن الماتش، هو علق عليه، هو نزل بوست انت علقت عليه، بدات العلاقه هنا. عيد ميلاده النهارده تخش تبعت له كل سنه وانت طيب. انت ينفع تكسب عملاء كتير جدا كانوا رافضين ويثقوا فيك بسبب بس العلاقه اللي انت بنيتها معاهم، مش بسبب المنتج فقط. عشان كده السيلز الشاطر هو اللي بيتميز عن السيلز العادي لما بيسمع كلمه لا. ايه اللي بيميزك انت كسيلز لما بتسمع كلمه لا؟ بتعرف تبني ريليشن، ولا بتقول خلاص فكك من العميل دوت وكانك كنت عايز تبيع بيعه وخلاص؟ ولو عاوز تتعلم اكتر عن سلسله الفولو اب دي، اتاكد انك عامل سبسكرايب للقناه ومفعل زر الجرس وتابع بلاي ليست فولو اب. انا محمود قدري، اشوفك الفيديو اللي جاي.